سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وسلامة يا رب. قبل ما نبداو نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. كما راكم تشوفوا وصفتنا لنهار اليوم جبت لكم العدس بطريقتي. هذه الطريقة البنات صدقوني مستحيل تجربوها وتستغنوا عليها. كنت درتها من قبل يعني ودات اعلى نسبة مشاهدة. ان شاء الله يا ربي اليوم نزيد نفيدكم بها، واللي هي العدس يعني اللي كامل الجزائريين يحبوه ويحبوه خاصة في الشتاء. كما تشوفوا هنا درت كميه تاع العدس، نقيته بعد ما درته هنا ونقيته، يعني ما حطيتش نص كيلو كامل، نقصت منه شويه. وهذه هي النوعيه اللي استعملت، انا نحب هذا ولا تاع الكيلو. كيف درت يا البنات؟ هنا جبت حبه تاع بصل قطعتها كما راكم تشوفوا، عندي سنينه كبيره تاع الثوم. بالنسبه للتوابل عندي فلفل ابيض، وعندي شويه كمون، عندي توابل تاع الدجاج، عندي ملح وفلفل احمر وكركم. هنايا عندي حبه تاع طماطم مرحيه، وتقريبا زوج روس تاع الزروديه رحيتهم ولا ربيتهم رقيق كيما تشوفوا. وعندي تقريبا نص مغرفه صغيره نتاع حقه كبيره تاع الطماطم. اول حاجه نديروها واش هي يا البنات؟ عندي هنا كميه نتاع الماء تاعي هنا كان شويه دافي. واش درت هنا؟ جبت العدس بعد ما نقيته كيما تشوفوا، ورايحه نضيف له هاد المكونات في زوج اللي هما يعطيوني هذيك الختوريه ويعطيوني اللون للعدس تاعي. ولاصوص تاعكم ما تجيش كحله يا البنات، كيما شفتيوها تيجي حمراء وملبيه. ضفت هذوك الزوج طرونش تاع القارص، وضفت راح نضيف درك تقريبا زوج مغارف نتاع الخل حطوا اي نوعيه عندكم. خليته بجهه. في الوقت هذاك واش رحت درت؟ جبت البصله تاعي حطيتها في الكوكوط ورايحه نقليها ولا نشحرها. تحبوا البصل تاعكم البنات تقطعوه كيما قطعته درك انا، كيما تحبوا ترحيوه وش هي ما ترحيوهش حتى يطلق الماء تاعو، يدقدق برك، على خاطر هكذاك يجيكم مر ويعطيكم واحد الطعم ماش مليح في العدس تاعكم. انا نفضل اني نقطعو يكون رقيق. بقيت نقلي فيه بكميه تاع الزيت. اول حاجه رايحه نملح برك. بالنسبه للتوابل نخليوهم من بعد، كاين هنا بعد كيما نقولوا الخطوات اللي ديروهم، ما ديروش كل شيء في بعضه. بعد ما يتقلى لي البصل ويتكرمل نروحوا للخطوه المواليه. واش راح ندير يا البنات؟ اكيد هذيك الحبه تاع الطماطم كنت ربيتها، والزوج روز تاع الزروديه تاني ربيتهم. يعني هذه الوصفه قديمه كنا نديروها ملي كنا صغار، ديرها الام تاعي ولا الاخت نتاعي. هكذا العدس تاعكم يجيكم حلو ويجيكم ملبي. عندي واحد الطريقه اخرى، بطريقه يعني خلاف، رايحه نزيد نتقاسمها معكم بما انه درك راهو شويه راح يبرد الحال، على بالي رايحين تحتاجوها. واللي ولادها ما يحبوش العدس صدقوني بهذه الطريقه رايحين يوليو هما اللي يطلبوه. نبقى نقلي في البصل تاعي وهذيك الطماطم والزروديه حتى تذوب معي خلاص، على نار تكون قليله. هنا العدس تاعي تقريبا مرت عليه واحد النص ساعه هكذاك، يعني خليته في هذاك القراص والخل. درك نولي نصفي الماء تاعو هذاك ونشلو تشليله مليحه، ونروحوا بعد ما يتقلى لي البصل والطماطم والزروديه نضيفوهم معاه. شوفوا هنا كيفاه داب وخلاص يعني وتقلاو مليح. هذيك الطماطم تلقط الزيت، يعني تلقط الماء تاعها ومن بعد ولات تقلات في الزيت نتاعها. من بعد يا البنات واش نروح ندير؟ رايحه نضيف العدس تاعي بعد ما قلت لكم زدت شللته، نزيد نحطو يتقلى شويه، ومن بعد نولي نضيف الثوم والتوابل نتاعي. بالنسبه للطماطم انا الطماطم نحطها في الاخير، يعني هي اللي تزيد تعطيني اللون وما تجيش الوحده تاعي يعني لاصوص تاعي باللون الكحل هذاك. وكل وحده وطريقتها البنات في العدس، كاينه اللي تشرشمو يديروه بالطريقه اللي ندير انا بها اللوبيا، يحطوه هو يتغالى وحده في الماء، ومن بعد يقليو له البصله وجميع التوابل نتاعها، ومن بعد يلوحوها في البرمه ويطيب هذاك العدس. ما يقليوهش بالطريقه هذه يعني. بصح هذه يا البنات جربوها وردوا عليا بالخبر، وعلى بالي ومتاكده باللي في القناه تاعي الاولى بزاف جربوها وحتى روحوا للتعاليق وعجبتهم الوصفه صح ولات معتمده عندهم. هنايا زدت قلت لكم ربيت هذيك السنينه تاع الثوم، وبقيت نقلي حتى ينشف هذاك الماء، لانه العدس هذاك من كيما غسلناه ونشفناه حقا وشللناه يبقى فيه هذاك شويه تاع الماء، ماشي مباشره نروح نمرق ولا نقفل عليه. زيد نقليه شويه نحمصه مع هذيك الخضره اللي قليت،
وعاد نولي نمرق اكيد بالما يكون سخون، ما يشقاش انكم خلاص تضيفوا له لا لحم ولا دجاج هكذا ويجي عسل البنات ملبي. والبنه ما عندي ما نقولكم، حطيت الكميه اللي نحتاج من الماء هاكم تشوفوا يا البنات. على بالكم في الكوكوط راهو ما يديش معاكم الوقت وما يطولش. حليت عليه تقريبا بعد ربع ساعه وضفت له هذيك النص مغرف كبيره تاع طماطم، ونزيد نقفل عليه مدة 5 دقائق برك لأنه تقريبا راهو طايب يلبي برك وينشف معايا. وهذيك الطماطم تزيد تدخل لي مليح في العدس تاعي. وهنا بعد ما طاب وحليت عليه يا البنات صدقوني هذه الوصفة تستحق منكم التجربة، جربوها بالطريقة هذه وأي وحدة فيكم جربتها ما تنساش تخلي لي في التعليق. شوفوا يا البنات كيفاه يجي لاصوص تاعو خاطرة واللون تاعها ماهيش كحلة، يعني جات روعة روعة. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. اكيد انا ديما نقول لكم عليا الوصفات وانتم عليكم الدعم. كاين تاني اللي يديروها انا في الوصفه اللي من قبل حطيتها بالدرسه ولا بالخلطه هذيك اللي ديما نربي فيها سنينه تاع توم، نضيف لها كميه تاع زيت الزيتون والكمون. على بالكم العدس يحب بزاف الكمون، نديرهم هكذا في بلاره ولا، ومن بعد نخلطها مليح واللي يحب ياكل نحط له من هذيك الدرسه تاعي. وكل وحده يعني كيف تحب العيله تاعها. انا المره هذه فضلت نحط برك شويه تاع كمون، رشه صغيره تاع كمون وشويه تاع زيت الزيتون. بصح صدقوني الطريقه هذيك تاع زيت الزيتون والكمون والثوم تيجي ابن وابن، يجي العدس تاعكم ما تشبعوش منه. هذه هي حبيباتي، هاني هنا وريته لكم وانتم يعني عليكم به تجربوا الوصفه. في الأخير ما بقى لي غير نقولكم نتلاقاو مع وصفة جديدة وفيديو جديد. دمتم أوفياء للقناة. سلام.